والآن أطلانتس، أسطورة خلقت جدلا كبيرا في الفترة الأخيرة. قصة رواها أفلاطون منذ آلاف السنين بطريقة غريبة، سر بحثت عنه أقوى الحكومات والدول في تكتم تام. ومن هنا لازم نسأل شوية أسئلة. أين تقع مدينة أطلانتس الضائعة؟ وهل هي حقا موجودة أم ضرب من خيال الفيلسوف أفلاطون؟ ولو كان الضرب من خيال الفيلسوف أفلاطون، لماذا خصصت العديد من الدول أموالا طائلة للبحث عنها؟ علاقة أطلانتس بالحضارة الفرعونية والحكومات، خاصة الحكومة النازية وبالتحديد أدولف هتلر. أساطير كتيرة طلعت حوالين أطلانتس، كلام كتير طلع عليها. كل ده هنعرفه في فيديو النهاردة. يلا بينا. والآن أطلانتس. أطلانتس يقال أنها الفردوس على الأرض. مدينة أطلانتس أرسلت قواعدها على قارة نجهلها في العصر الحديث منذ آلاف السنين. مدينة أطلانتس تقع مدينة أطلانتس حسب وصف أفلاطون غرب مدينة جبل طارق في المحيط الأطلسي. أرض أطلانتس عبارة عن سهل خصب، مجموعة من الحلقات الدائرية المرتبطة ببعضها البعض عن طريق الأنفاق، ودخل السبل تبحر فيها. مساحة أطلانتس كبيرة إلى حد يصل لمساحة قارة آسيا وليبيا مجتمعين مع بعض. مدينة أطلانتس تحكمها سلطة متطورة ويعيش فيها شعب ذكي ويتمتع بتقنيات متطورة لم يعرف التاريخ مثلها. حكم مدينة أطلانتس المفقودة إلى البحر اليوناني بوسايدن، والذي حرص على استخدام أطلانتس بأكملها تقديرا لزوجته الجميلة، لذا قام ببناء قصر لها على إحدى التلال في وسط المدينة. ومع التقدم المستمر والتكنولوجيا اللي وصلت لها أطلانتس، شعب أطلانتس فقد أخلاقه ومبادئه وتحول إلى قوة عسكرية غاشمة أخذت تهاجم بقاع العالم، فاحتلت شمال أفريقيا وأوروبا لحد ما يوصل شعب أطلانتس لسكان أثينا المدينة الإغريقية. ومن هنا يفشل أطلانتس في احتلال أثينا ويغضب الإله زوس، ومن هنا تبدأ نهاية أطلانتس. وبحسب الأسطورة لا توضح إذ قرر زوس تدمير أطلانتس، ولكنها تكتفي بوعيد زوس أن يمكن أطلانتس درسا عنيفا. وبحسب أساطير أخرى بتقول إن مدينة أطلانتس العظيمة قد تدمرت بكنوزها وآثارها نتيجة طوفان عظيم. وهناك بعض الأقاويل الأخرى اللي بتقول إن مدينة أطلانتس قد تكون قبالة الساحل الأسباني أو في الجزر غير مكتشف المتجمد. يعني أطلانتس ممكن تكون قبالة شواطئنا العربية. أفلاطون هو أول من أطلق أسطورة أطلانتس، ودوت في قصة تعود لسنة 360 قبل الميلاد، تدور بين شخصين تيمايوس وكريتياس. يخبر أحدهما الآخر عن جده طولون الذي ذهب في رحلة إلى مصر، وأخبروه أن هناك قارة أطلسية قد حكمت العالم وامتلكت تطورا علميا لا يصدق. وبحسب الأسطورة فإن الأطلسيين الناجين من الطوفان قد انتشروا حول العالم وعلموا الحضارات الأخرى ما توصلوا إليه من علوم متقدمة زي الكهرباء ووسائل النقل والطائرات والسفن الطائرة. والغريبة إن الحاجات ديت موثقة ضمن الآثار الفرعونية المكتشفة اللي بتوثق تقدم أطلانتس وتطورها. تقع مدينة أطلانتس حسب وصف أفلاطون وراء أعمدة هرقل، وده الاسم اللي بنطلق عليه مضيق جبل طارق حاليا، واللي بيربط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلنطي. وطبعا أنت هتسألني ليه سميناها أعمدة هرقل؟ أنا هقول لك أعمدة هرقل لأنها ناتجة عن شق هرقل لصخرة عملاقة في الموقع دوت. وبيقول المؤيدين بوجود أطلانتس إن المضيق ما هي اللي بوابة المدينة، وإن جزر آزور والكناري ما هي اللي آثار بقايا المدينة. تعدت الأساطير حول مدينة أطلانتس. الأسطورة الأولى اختفاء أطلانتس في مثلث برمودا. وبحسب الأسطورة ديت بيقولوا إن أطلانتس اختفت فجأة في مثلث برمودا،
والمؤيدين بوجود أطلانتس بيقولوا دعموا نظريتهم بوجود آثار وجدران في المحيط الأطلسي، ولكن العلماء أكدوا إن الآثار ديت من صنع الطبيعة وليست من صنع البشر. الأسطورة الثانية، أطلانتس هي قارة وليست مجرد مدينة، وبحسب الأسطورة ديت إن أطلانتس ظهرت في منتصف المحيط الأطلنطي وتعرضت لغرق مفاجئ. الأسطورة الثالثة، أطلانتس هي أنتاركتيكا، وبحسب الأسطورة ديت إن القشرة الأرضية تعرضت لتحول كبير منذ 12,000 سنة نتج عنه تغيير موقع أنتاركتيكا اللي هي بالنسبة لها لحضارة أطلانتس العظيمة، وسبب أو نتج عن هذا التحول تغيير موقع أنتاركتيكا أو دفن أطلانتس تحت الجليد. الأسطورة الرابعة، أطلانتس من وحي أفلاطون، وبحسب الأسطورة ديت بيقولوا إن أطلانتس ما هي إلا وحي من الخيال الفيلسوف. تعدت الأساطير ممكن يكون فيها صح وممكن يكون فيها غلط، ولكن الأمر المؤكد إنها خلقت جدلا كبيرا بين العلماء انقسموا لناس بيقولوا إن أطلانتس فعلا موجودة، وناس تاني بيقولوا إن أطلانتس مش موجودة. من هنا نروح على الأدلة اللي بتثبت وجود أطلانتس. 1. العثور في مقتنيات أحد السلاطين العثمانيين على وثائق وخرائط اعتمد عليها كريستوفر كولومبوس في استكشاف العالم، بحيث توجد على هذه الخرائط جزيرة واحدة غير موجودة في خرائط المدينة. الدليل الثاني، اكتشاف سور عظيم طوله 120 كيلو في عمق المحيط الأطلسي، والذي يقال أنه يعود إلى حضارة أطلانتس العظيمة. الدليل الثالث، عثور العلماء على مدينة على شكل هرمات حجرية غارقة منذ أكثر من 50,000 سنة في منطقة مثلث برمودا في المحيط الأطلسي، بحيث يعتقد العلماء أن بقايا آثار المدينة دي تعود إلى أطلانتس. واللي بيعزز هذه النظرية هي قرب هذه الآثار من مضيق جبل طارق، وده المكان اللي وصفه أفلاطون في كتاباته. الدليل الرابع، آثار مكتشفة على الساحل الأسباني، حيث تعتقد البعثة البريطانية الأمريكية أنه تم اكتشاف بقايا من مدينة أطلانتس عند التقاط صور بالأقمار الصناعية بجنوب أسبانيا. فالآثار المكتشفة على هيئة حلقات تشبه وصف أفلاطون في كتاباته. الدليل الخامس، عثر الباحثون على أدلة تؤكد وجود قارة أطلانتس بين قبرص وسوريا باستكشاف آثار مستوطنات بشرية تحت البحر على عمق 1.5 كيلو وعلى بعد 80 كيلومتر على الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص. ويعتقد العلماء أن قبرص هو الجزء الظاهر من مدينة أطلانتس. الدليل السادس، النقوش التي وجدت ضمن آثار الحضارة الفرعونية، ومن هنا في علاقة قوية بين مدينة أطلانتس وحضارة الفرعونية. وفقا للأسطورة فقد ذهب الناجين من الفيضان إلى مصر ونقل إليهم ما توصل إليه من علوم متقدمة، وده كان موثق في الرسوم الغريبة والغامضة اللي موجودة في معبد أبيدوس، والتي تظهر طائرة وغواصة وطبق طائر. يقول المشككون أن هذه الأشكال ناتجة عن إعادة نقش للحروف، وأن خلال الأعوام التالية نقشت كلمات فوق النقوش القديمة تمدح الفرعون رمسيس الثاني، وبمرور الوقت كانت بعض أجزاء الجبس تنكسر فاتخذت هذه الكلمات والأشكال. أما الناس اللي كانت مؤيدة بوجود أطلانتس كان عندهم رأي آخر معارض، بيقولوا وفقا لكلامهم إن المصريين القدماء كانوا حرفيين ماهرين، وإذا أرادوا كتابة نقش جديد كانوا يذيبون القديم أولا أو يقومون بالتدوين على رقع وبقع جديدة أي فارغة. وبغض النظر عن حقيقة هذا الأمر، من الممكن أن نجد رسما واحدا في الحضارة الفرعونية شبيه بالتكنولوجيا التي نشهدها الآن، ولكن أن نجد ثلاثة غريبة. إحنا شفنا طائرة وغواصة وطبقا طائر. كمان في اكتشاف تاني متعلق بالحضارة الفرعونية واللي ممكن يكون ليه علاقة بأطلانتس، وهي الغرف السرية اللي موجودة أسفل تمثال أبو الهول، وبحسب الأساطير أنها تخفي كنزا علميا ووثائق معرفية عن عصر الأرض الأول. العالم بيل براون عم نبيل قام بتكريس حياته للعثور على الكنز المدفون تحت تمثال أبو الهول، وبالفعل عم نبيل باستخدام صور من الرادار يقدر يلاقي فجوة مفرغة
بس للأسف ما خدش الإذن بالحفر. وهل إذا كانت فعلا تحت تمثال أبو الهول كنوز أطلانتس العظيمة؟ محدش يعرف. ومن نروح على علاقة أطلانتس بالحكومات، وخاصة الحكومة النازية وبالتحديد أدولف هتلر. الحكومة النازية أرسلت نخبة من العلماء بنسميهم بجمعية أتولا، كانوا معاهم أقدم الخرايط والوثائق اللي بتعود للقرن السادس عشر، وفي منها اللي بيعود للحقبة العثمانية. وبحسب أدولف هتلر بيقولوا أن هناك أراضي غير مكتشفة بعد، وبيقولوا إنها خلف القطب الجنوبي المتجمد. وده اللي أكده العالم ريتشارد بيرد، وفي رحلته لاستكشاف ما في ما وراء القطب لأنتاركتيكا قال أن هناك أراضي شاسعة لم يتم استكشافها بعد. وبكده نوصل لنهاية الفيديو، وأنا حكيت لك على قصة أطلانتس كلها، ومين اللي طلع أسطورة أطلانتس، والأساطير والأدلة اللي بتثبت وجود أطلانتس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وتقدر تشترك في القناة وتشير الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.